هارد لك يا جمهور الاتحاد على الخسارة. صراحة ما أدري كيف خسر الاتحاد. يعني حكم يطرد كانتي، أوكي إحنا مع الطرد، لكن سافيج كان مفروض يروح للفار. كوليبالي عنده كارت وكان يستوجب الورقة الحمراء بالتدخل الأخير. باقي شوط جمهور الاتحاد وإن كانت صعبة، موعدنا الجورة نبيها 60,000. تذكروا معجزة سيون قنام. الاتحاد للأقوياء، احضر وادعم الفريق، وبإذن الله الاتحاد قادر على فعل المستحيل. أشهر يا عالم يا مسلمين يا ناس، كادي 60 مليون ريال، 60 مليون ريال جايبينه، لا يضغط، لا يناول زين، لا يهاجم زين، لا يعرف يشوت، لا يعرف يقطع كور، لا يعرف يكلم اخوياه، عربي ما يسولف، لا حول ولا قوة الا بالله. تمت المهمة بنجاح. الهلال مزنوق 40 دقيقة والهلال ما سجلش، او 38 دقيقة تقريبا. لازم نحسب ضربة جزاء. وقت ضربة الجزاء الرسمي متروفيتش، حتى يعني هو الماسك بيتحسب ضربة جزاء اهو، يعني الماسك في ماسك من هنا وفي ماسك من هنا، اتحسبت ضربة جزاء. حتى الفار ما رجعلهاش، والحكم بيضحك ومبسوط ما شاء الله. 2-0 في الشوط الاول. ان شاء الله الاتحاد قادر ان هو يرجع، لكن ضربة جزاء الصراحة حتى ما فيش اعادات واضحة ليها، يعني الاعادات كلها من بعيد، ما فيش اعاده واضحه ليها عشان نشوف مين ماسك الاول، مين ماسك اكتر. فحاجه بصراحه الهلال قوي وكل حاجه، ما نقدرش نختلف، لكن يا اخي خلي الماتش يمشي يا اخي. ما بتاعت حجاز الماتش اللي فات لو كانت جت كانت فرقت كتير جدا في المباراه، وادلوا الفار رجعها. ليه الفار ما اتدخلش المره دي؟ ماسك عادي في منطقه الجزاء، الفار يتدخل. لكم الله يا جماهير الاتحاد. الحمد لله على الستر، الحمد لله على الستر. كويس انه الهلال ما زادنا، والله انه الحمد لله انا مبسوط. ما قد شفت مدرب في حياتي دخل بستة دفاع في تاريخي هذه كلها، ومخلي الأظهرة أجنحة ومعاه أجنحة. ليش؟ جوتا كان مشارك معاك في التدريبات الجماعية، مخلي روما. ليش؟ هذول مو لعيبة الاتحاد، هذول لعيبة الهلال. واحد سبب بلنتي علينا، والثاني كل باصاته غلط وب60 مليون. تخيلوا انه فابينو وكانتي ما قد انطردوا في تاريخهم كله، جو الاتحاد انطردوا الاثنين. طردنا نونو سانتو علشان ذا. شوف طردنا مين؟ نونو سانتو عشان ذا السباك. لا اشوف واحد المباراة الجاية يقول لي ريمونتادا، المباراة الجاية حتنجلد بالأربعة والخمسة، واتذكر كلامي صح. والله فريق يجيب المرض ويجيب السكر ويجيب الحرقان. السلام عليكم. والله تعبت، اقسم بالله تعبت يا اخوان. انا عندي امنية واحدة بالحياة، بس اني اشوف الهلال خسران نفسي. انتوا عندكم لاعبين اجانب افضل من الموسم الماضي، بس اتحاد الموسم الماضي افضل من هذا الموسم. هذا لسه شوط اول يا جماعه الخير، شوط اول. يزيك متروفيتش وسالم الدوسري في اخر خمس دقائق سجل هدفين. مسخره، اقسم بالله مسخره، ضحك. انا اضحك على نادي الاتحاد، انا اتحادي اضحك على نادي الاتحاد. يا شيخ وين اتحاد الموسم الماضي؟ وين؟ ما في يا شيخ. الواحد صار ما يطيق يتفرج مباراة الاتحاد. والله انا خلاص الشوط الثاني انا افضل لي اني ما اتفرج، عشان ما بيجيني سكر وضغط وده الاشياء. والسلام عليكم. يا جماعة هذا الهلال مو طبيعي. أنا براهن بأنه إذا بيلعب بدوري أبطال أوروبا بيفوز على أكثر أندية أوروبا باستثناء النخبة. فريق أوروبي بكل معنى الكلمة، أوروبي بالدوري السعودي، بدوري أبطال آسيا، أخذ كل الفرق. على الاتحاد متقدم لحد الآن 2-0 بكامل نجومه. الاتحاد ما مع النصر ما عنده مشكلة. فريق أوروبي، سافيتش، متروفيتش، نيفيز، زائد اللاعبين السعوديين. يعني هنيئا للمشجعين الهلال بهذا الفريق. أنا بجزم من إنه هذا الفريق إذا بيلعب دوري أبطال أوروبا لينافس، بجزم. هل الهلال قوي أم العالم ضعيف؟ نفس السالفة. بعض الجماهير الاتحادية قبل المباراة يا إخوان كمان في دوري أبطال آسيا يا كبير نفس الشيء، وبعد المباراة فحاب أهديهم أغنية حسافة يوم دلعناك وانا نسمة قدرك بلعناك وطلعناك وشاري يا اخوان. يعني الهلال عبارة عن يا سيدي العزيز فيلم رعب على MBC2، فريق درفت يا كبير. يعني اي فريق قدام الهلال بيقلب معلم عبارة عن بعير. يعني الهلال نازل على الافريقيا يا كبير بجنزير. خلص يا اخي، خلاص عند الهلال تقلب نحاس.
هنا الهلال يا سادة، هنا مصدر السعادة، وأي فريق للهلال ضد الهلال بروح على العيادة. كذب يا إخوان، أقسم بالله كذب، ما شاء الله يا إخوان. ألف مبروك للهلالية اللي يا معلم مخلين قلوبنا كله حنية. والله العظيم يزعلني برشلونة حلو ويسعدني الهلال، وأموت بالكيوت والاتحادي اللي بهايط. المباراة الجاية معلم لا تطلع نفس الشيء، لا يدغ المؤمن من جحره مرتين. دير بالك تكون يا معلم من يا سيدي العزيز، دير بالك تكون زنديق المباراة الجاي، دير بالك على عيالك. ولا تنسونا يا اخوان من الدعاء لأهلنا في فلسطين والسودان وسوريا وكل مكان. الله يفرج عليهم من هذا رمضان يا رب العالمين، وينصرهم وينصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. وهارد لك الاتحاد صراحة، فريقك في نص الواد كمان مع طرد كانتي أفضل لاعب عندك. ودع الدوري، ودع. أطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا إنه يسحب نادي الهلال ويلعب ويشارك في دوري أبطال أوروبا. هناك في أندية جارية، هناك في ريال مدريد، في مان سيتي بيب جوارديولا، في أرتيتا، في أفكار توقفهم عند حدهم. 26 فوز متتالي من غير تعادل، هذا لا يصدق. 26 فوز متتالي من غير تعادل، هذا لا يصدق. خصوص يا ابويا مرينين، يا ابويا يظهر سافيتش، يظهر ميتروفيتش مرعب. الاطفال والمدافعين، سلمان الفرج هذا اللي كان غايب فتره طويله، العويس ورب الكعبه كان مصاب، كوليبالي بلاي ما يغلطون ما شاء الله تبارك الله، سالم الدوسري هذا فئه +5. الهلال من كثر ما انه صار يحترم منافسينه صار يجيبهم ملعب مكيف عشان ما يكون الحر والاجواء عذرك ابدا. كندوم ارينا صار يفوز عليهم ودرجه البروده عاليه جدا، ما لك عذر يعني تتكيف وجسمك يتبرد وتنهزم وتجي ماشي. لا يمكن. لعبنا ب6 مدافعين، 5 مدافعين، 4 مدافعين، 3 مدافعين، نفس الطريقه. ايش الحل مع هذا الفريق؟ ايش الحل؟ فريق متكامل من إلى. روبن نيفيز اساساتك هذه ايش؟ انيق، جسيم، شعره مرتب، ويعطي اسيستات من حيث يويفا، اتحاد اوروبي، الكسندر، تشيفيرين، ودوا الهلال على دوري الابطال. مكانهم وين؟ ودهم دوري الابطال، قوتهم خارقه. حتى في الاشواط الاخيره قبل ما يتعبون، ما يجيهم مرهق. السلام عليكم.